يحظى لاعب وسط ريال مدريد الإسباني النجم المغربي إبراهيم دياز باهتمام لافت من 3 أندية أوروبية كبرى، أبرزها ميلان الإيطالي الذي سبق له الدفاع عن ألوانه، إضافة إلى أرسنال ونيوكاسل يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز. يسعى برشلونة لاستعادة المغربي آدم آزنو من بايرن ميونخ ضمن صفقة تبادل تشمل المدافع رونالد أراوخو، حيث يأمل النادي الكتالوني في تدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل. وتجدر الإشارة أن المغربي آدم آزنو هو ابن مدرسة لاماسيا في برشلونة. أفادت تقارير صحفية هولندية أن الدولي المغربي إسماعيل صيباري مهاجم أيندهوفن قد يدر مبلغ 20 مليون يورو على ناديه بعد تلقيه عروضاً مهمة من أندية أوروبية مرموقة، حيث وصل بعضها إلى 10 ملايين يورو، وسط إعجاب واسع من كشافي الأندية بقدراته التي أظهرها في الدوري الهولندي والمنافسات الأوروبية. إلياس بن الصغير يطمح إلى حمل قميص برشلونة، وقد عبر عن حلمه في العديد من المناسبات، حيث إن نادي برشلونة هو فريقه المفضل منذ طفولته. إلياس بن صغير نجم موناكو الصاعد يعتبر من أبرز مواهب كرة القدم الأوروبية. ولد في عام 2005 بسان تروبيه لأبوين مغربيين، واختار تمثيل المغرب دولياً. يعرف بمهاراته العالية، مراوغاته المدهشة، ورؤيته الثاقبة للملعب، مما يجعله جناحاً خطيراً. أثار المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الجدل بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر فيها عن تشكيكه في المبالغة بوصف لامين كموهبة استثنائية وقائد عالمي قادم. وأوضح راموس أن اللاعب ما زال في بداياته، مؤكداً أن الحكم على مستواه يجب أن يعتمد على الاستمرارية والإنجازات الحقيقية، لا مجرد التوقعات. رغم الإشادة الكبيرة التي يحظى بها لامين من نجوم سابقين، يرى راموس أن الحديث عن هيمنته على الكرة العالمية سابق لأوانه. سيدات المغرب يتوجن بكأس إفريقيا 2025 للفوتسال بعد فوز مستحق على تنزانيا. أحرز المنتخب النسوي المغربي لكرة الصالات لقب كأس إفريقيا 2025 بعد فوزه المستحق في المباراة النهائية على نظيره التنزاني، ليسجل بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً للرياضة النسوية المغربية. منذ بداية البطولة قدمت سيدات المغرب أداءً لافتاً، حيث سيطرن على مجريات مباريات دور المجموعات وحققنا نتائج قوية بفضل الانضباط التكتيكي والمهارات الفردية العالية. واصل الفريق تألقه في الأدوار الإقصائية، متفوقاً على خصومه بثقة وثبات حتى بلغ النهائي المنتظر. في المباراة النهائية واجه المنتخب المغربي نظيره التنزاني الذي بدوره قدم مشواراً مميزاً وبلغ النهائي عن جدارة، لكن سيدات المغرب ظهرن بقوة وحسمن المواجهة بأداء جماعي متوازن وتألق فردي في اللحظات الحاسمة، لينتهي اللقاء بفوز مغربي يتوج بلقب قاري طال انتظاره. المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وأجواء حماسية عكست قيمة الحدث وأهمية التتويج، كما نالت التنظيم إشادة من المشاركين، ما يعزز من مكانة المغرب كمستضيف رياضي ناجح. هذا التتويج لا يمثل فقط انتصاراً رياضياً، بل أيضاً خطوة مهمة في مسار تطوير كرة الصالات النسوية بالمغرب، ودفعة قوية نحو المشاركة العالمية.